ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنقول مع بعض شويه براندات كده ان شاء الله تكون رخيصه والبيجمنت بتاعتها كمان كويسه جميله جدا. بالنسبه للبنوتات اللي هم لسه مبتدئين وكده، الحاجات دي هتفيدكم جدا، لاني انا انصحك ان انت لو لسه مبتدئه ما تجيبيش اي براند غالي. حاولي، لان انت بتحاولي لسه تتعلمي، يعني عايزه بالليل الصبح اخر يعني في اليوم ممكن كذا مرة او في الاسبوع. فالحاجة اللي عايزة التجربة دي استخدمي حاجات براندات رخيصة، ما تستخدميش حاجات غالية. فاللي هقولهولك النهاردة ان شاء الله هيعجبك باذن الله، وتلاقوه متوفر كمان في الاسواق. فكمان ابعدي عن 3 حاجات، ما تجيبهمش من الحاجات الرخيصة عشان تحافظي على بشرتك: الكونسيلر والباودر والفاونديشن. ال3 حاجات دول، اللي هي الباودر المضغوطه طبعا قصدي عليها، ال3 حاجات دول ما تجيبيهمش خالص من اي ماركه، حتى من الماركه اللي انا هقولك عليها النهارده، لاني الحاجات دي بتضر البشره جدا. فلازم تجيبي حاجه موثوق فيها 100%. كمان ما تحاوليش ان انت تجيبي كل حاجه غاليه تتعلمي فيها، لا، جيبي الحاجات الهاديه اللي زي كده علشان تقدري توازني امورك. وبعد كده ان شاء الله بعد ما تتعلمي الدمج وتعرفي ايه الالوان المناسبه ليكي، ابداي جيبي البراندات العاليه. وكمان حافظوا يا بنات على بشرتكم، مش كل يوم ميك اب. انتي جميله، ما تخليش الميك اب هو الاساس لواجهه جمالك، لا، واجهه جمالك فعلا خفه دمك، اسلوبك، شكلك اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عليه. طبعا ربنا خلقنا كلنا جمال، وانا قلت كده قبل كده. فنبتدي مع بعض ونشوف. نبتدي. نسيت اقول لكم حاجه، ان مش كل الغالي حلو وكل الرخيص وحش، يعني في حاجات كده وفي حاجات كده، فكل ماركة هتلاقي فيها الحلو وفيها الوحش. فنبتدي بقى. اول حاجة حابة ابتدي بيها هي ماركة بوليش كوزماتكس. التغليف بتاعها حلو قوي، الباكج بتاعتها شكلها لذيذ وشبيه جدا لبورجوا شوية في بعض الحاجات. فهبتدي باول حاجة انا بجيبها لما بكون مثلا هي عندي بقالها كذا سنة مش لسه جايباها، بس بجيبها لما بكون عايزة اجرب الوان جديدة وخايفه اجيبها من براند غالي طبعا علشان السعر وكده وما تنفعليش بعد كده. فبجيب بضطر ان انا اجيب من ده، ولو نفع معايا لون بضطر ان انا اجيب طبعا البراند اللي انا حباه، واشوف الدرجه في انهي براند بالظبط وبجيبها. ده لون احمر، درجته رقم 69. انا طبعا مش من هواة الاحمر قوي، بس ساعات بيبقى حابه ترفيه. وده لون نيود، ولقيت برضو الدرجه دي وجبتها في البراندات، يعني الدرجة بتاعته لذيذة قوي. شايفين درجته 38. قوامه كريمي، التغليف بتاعه الباكج حلو. اللون ده معجبنيش الصيف اللي فات، كنت عايزة اجيب لون بطيخي على الدريلات بتاعتي وكده، بس معجبنيش خالص. الحمد لله اللي ما جبتش منه براند يعني غالي. فده لونه رقمه 3، واللون ده تحفة. جبت منه NYX، هوريهولكوا في فيديو تاني. شايفين لونه حلو قوي. قوامهم كريمي، مش بينشفوا البشره خالص. الشفايف، لان في حاجات بتنشف الشفايف، لا دول مش بينشفوا البشره خالص، وجمال جدا، ملمسهم كريمي فعلا. بس عيبهم ان هما مش بيثبتوا لفتره طويله. انت بقى عمليه التثبيت تقدري تثبتيه بفاونديشن او باودر او بلاشر، سوري قصدي فاونديشن او كونسيلر او باودر، وتحطي ليب لاينر كده هتقدري تثبتيه. ده كونسيلر ستيك كده. طبعا انا قايله لكم ما تجيبوش من ماركه رخيصه، بس انا جايباه للحواجب، وقلت كمان اشوف قوام الستيك عامل ازاي. فلقيت لونه فاتح حلو للحواجب، تفتيح تحت الحاجب او تنظيف الحاجب، بدل ما استخدم الكونسيلر الغالي لا استخدم ده. فبيدي فعلا نضاره وضي كده تحت الحاجب حلو قوي، حبيته للحواجب جدا. دول كانوا اول ماركه. تاني حاجة طبعا كلكم عارفينها هي كيس بيوتي. كيس بيوتي اظن في بعض البنات كتير قوي عارفينها. انا الصراحة دول بقالهم عندي 5 سنين، وباين على منظرهم اصلا ان مدتهم انتهت بقالها قرن. كنت جايباهم كده تفاريح وما لحقتش ان انا استخدمهم كلهم، لاني جبت حوالي 7 تلوان كلهم. هما دول 6، في لون ناقص مش عارفة راح فين. هما 7 درجات. بس هو حلو في ايه؟ هو الملمس مش كده زي ما بتجيبيه طبعا، بس هو عشان بقاله كام سنة، بقولكوا 5. فالحلو قوي لما بتحطيه تحت العين وفوق الايلاينر الاسمر، بيدي ضي جميل جدا لو في مناسبة او حاجة. فدول الدرجات بتاعته، فحلوة قوي. انت تجيبيه بقى، اكيد هتجيبيه جديد، بس ما تجيبيش الكمية كلها مع بعضها، ما انصحكيش. جيبي بس الالوان المفضلة ليكي. فده اللون الذهبي،
ودول زي ما انتم شايفين يعني دي درجاتهم. وده الروج الوحيد اللي جربته من كيس بيوتي، هو من مجموعة البي بي. بيقول ان هما بيستمر 24 ساعة. طبعا الكلام ده غير صحيح. اولا لونه حلو من بره، ريحته تجنن، حلوة فعلا. اللون بتاعه برضو جميل قوي. برضو كنت جايبة عشان ساعة ايام ما كنت عايزة اجرب البينكات في الصيف. برضو ده لذيذ قوي، اللون بتاعه حلو، وثباته ممكن يكون بيثبت اكتر من بولش، بس مش يعني برضو مش بيثبت قوي، يعني ممكن ساعة وتلاقيه اتمسح لو هتشربي مية او حاجة. ده رقم 2. بس برضو التثبيت زي ما قلت لكم انتوا تلعبوا في يعني في حكاية التثبيت دي، انت تثبتيه بالشكل اللي انت عايزاه. بس الايلاينر فعلا حلو قوي، لذيذ قوي الجليتر ده. والمجموعة دي كريمي برضو، مش بتنشف الشفايف. للبنوتات اللي هم على وشك الزواج وكده وعايزة تلمعي جسمك او حاجة، هو ده برضو عندي من 2012. بقاله فترة طويلة جدا. انا استخدمته وجت فترة وقفته، يعني ما استخدمتوش لاني جبت حاجات تانية بقى. انتوا عارفين لما بتجيبوا حاجات كتير. هو بومب كده، هو فاونديشن للجسم جليتر. انا حطيت كمية كبيرة. بتعمليه كده، بيدي بعد الشاور تحطيه على جسمك، بيديكي ريحة، هي ريحته حلوة. بقاله كام سنة والله ريحته ما اتغيرت، سبحان الله يعني. لكن اكيد القوام والمدة الفعالية بتاعته انتهت، بس انا بحطه على ايدي عشان بس تجربة ليكو. بيدي لمعة زي ما انتوا شايفين كده. حلوة قوي للعرايس، يعني بيتحط على بشرتك. وكان سعره حاجة و40 جنيه او حاجة و60، يعني في الحدود دي. رخيص جدا وحلو قوي ان انتي تستخدميه لجسمك بعد الشاور. بيدي لوك حلو يعني. هو من ماركة ميس روز ده اللي جربته. وجربت منها برضو قبل كده ليب لاينر ايام الجامعة، وكمان روج، وارواجها برضو لذيذة. نيجي بعد كده للاقلام. في قلم العيون سوري الحواجب اللي انا نزلته على الانستجرام من فتره، والبنات عجبتهم جدا الحواجب بيه. هو ده بستخدمه بقالي كتير جدا. ده للاستخدام اليومي، يمشي معاكي جدا وتمنه رخيص. ده كوفي ميلك من ميلي. اوكي. ده الحواجب، بتحطيه كده على الحاجب وبتبدأي بالفرشة بتاعة الماسكارا تمشطي بيه حواجبك، بيديكي لوك هايل. ومنه درجات، انا جايبة الدرجة الفاتحة دي ونزلت صورتها على الانستجرام قبل كده. وليه الناحية التانية الكونسيلر، بس الكونسيلر بتاعه بيغير، مش حلو يعني، ما تستخدمهوش، استخدمي بس القلم. فانصحكم بيه بشدة بجد للبنوتات المبتدئات اللي عايزين فعلا يجربوا يرسموا حواجبهم ويخلوها لوكها طبيعي جدا. ده لانه كريمي، مش بينشف الشعرية ولا حاجة، بالعكس بيبقى جميل جدا. كمان ده في الديزاين بتاعه او الشكل بتاعه كده، شكل اتش سوري NYX. فعجبني قوي جدا اللون ده برضو لضي الحواجب. والكحل بتاعه برضو لذيذ، اسمه ديفاس الماركة يعني. هو ده اللي انا جبته منها. والماركة دي اسمها لؤلؤة الجمال، انا جايباه من مصر في الاجازة. ملمسه كريمي جدا. بصوا جميل قوي لما بتدمجيه كده تحت الحاجب، لو عندك مناسبة وعايزة حاجة بتلمع تحت الحاجب، حلو جدا. ودي برضو ماركة اسمها، هي نفس ماركة القلم ميلي، برضو حلوة قوي. ده سواتش للون اهو. حلو جدا ان انت تحطيه على الشادو. انا كنت بجرب بس بجيب الاخضرات، لاني ما جبت الشادو اخضر خالص عندي. فكنت بجرب في الاقلام الاول. وده لون ذهبي برضو من كده، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. الدرجه بتاعته حلوه قوي برضو لما بيتحط على الايلاينر. ده من ماركه اسمها M.N. وده ماركة بونجور، طبعا عارفينها، هي ميدن ان جرماني. ملمسها كريمي، والخشب بتاعها برضو جميل ووتر بروف. وده ليب لاينر بقى من ماركة اسمها مكياج، فعلا تحفة. انا بستخدمه ساعات ما بحطش عليه روج. بصوا اللون جميل قوي، بستخدمه كده ساعات يعني. بس فدول برضو بعض الماركات للاقلام. في بقى للحواجب برضو قلم تاتش، انا كنت بستخدمه ونزلت صورته. كان في قلم تاني لونه ابيض بس من ماركة تانية، نزلت صورته على الانستجرام. كنت بستخدم ده كايلاينر، كاول مرة كنت جاية اتعلم فيها الايلاينر البنسل. كنت بستخدمه، هو عندي بقاله كام سنة ومتدمر طبعا، متعضعض وطلع عينه من البيبي طبعا.
مفيش حاجه تيجي تحت ايديه وتسلم. وده اللوك التقيل اللي انتي بتعملي بيه اول الحاجب، وده المفروض بتعملي بيه اخر الحاجب. لكن انا استخدمته كايلاينر الصراحه، برضو لقيته حلو، بحس ان هو كتجربه يعني. وكنت ده برضو نوع برضو سعودي كده اسمه ميفي بي دايز، برضو الفرشة بتاعته قوية. كل الحاجات دي اصلا بقالها كذا سنة يعني سنين عندي، بس حبيت اوريها لكم. بس هي بتاعتها مدمرة طبعا، بس كان نوع حلو والله، وكان رخيص، كان تقريبا ب5 ريال ده. نيجي بقى للماسكارا. الماسكارا من ماركة اسمها ميس 5. ميس 5 انا جربت منها دي، ما عجبتنيش جدا خالص يعني، ما عجبتنيش خالص. فرشتها فنطوعه كده وخفيفه، هي خلصانه طبعا بس ما عجبتنيش. اللي عجبتني ونزلت ادور عليها تاني وما لقيتهاش هي دي، اللي هي الشكل النحاسي وعليها الام اف كبيره كده. اوكي، اسمها فاتال بلاكس. فاتال بلاكس ام اف من ميس 5. دي اللي عجبتني جدا يا بنات، جميله، ليها كيرف كده زي شايفين الفرشه بتاعتها بكيرف كده. وشعرها ناعم قوي، وكانت بتطول وتكثف الرموش بشكل جميل جدا، بتحسي ان هي رموشك فعلا. هي شبهتني بكلامب ديفي من ماكس فاكتور، دي مفضله عندي برضو، بستخدمها على طول بقالي كذا سنه برضو. بس طبعا بتخلص واجيبها. فدي لذيذه قوي، بس الشعر بتاعها سيليكون، فهي شبهت دي شبيهة لدي، يعني ممكن تكون بديل ارخص كمان ليها. فجميلة قوي، لو لقيتوها يا بنات جيبوها بجد، انصحكم بيها. مش بتوقع الرموش والله خالص، وبتدي شكل لوك جميل جدا ولذيذة قوي ورخيصة خالص يعني. يا ريت بس الاقيها تاني، لان انا نزلت فعلا ما لقيتهاش. فهم دول كانوا للعين والحاجب. اوكي، نشوف اللي بعدين. للحواجب يعني والرموش. نشوف اللي بعد كده. هكلمكم بقى بعد كده. كنت جايبه الباليت دي من سنتين تقريبا، فاسمها من ماكس بيوتي. هي ماكس بيوتي، الماركه دي تحفه في الشادو. انا كنت جايباها ومستخدمه الحاجات دي مع طبعا فاونديشن من ماكس فاكتور، والباودر كانت من ماكس فاكتور، ونزلت صوره على الانستجرام. فالباليت دي فعلا جميله جدا. هي بتيجي بحاجه بروش بتاعتها كده. طبعا انت هتجيبي اكيد السبونج بتاعك والحاجات بتاعتك. طبعا البيبي ما شاء الله برضه دمرها. الحمد لله، وهو اللي كسرها على فكره. برضه كنت بجرب الالوان بتاعتها، لاني ما كنتش بحب الالوان الجليتر قوي، فقلت اجربها. بجد البيجمنت بتاعتها من اول طبقه. انا بس عايزه كده، بصوا، ادي لون، ادي التاني، تالت، رابع، خامس، وعايزين نجيب بقيه الالوان. شايفين قوه اللون؟ بجد اللون بتاعها حلو قوي 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 اهي. بصوا الالوان، مش محتاجه برايمر بجد، بس هي محتاجه برايمر للتثبيت اكتر من ساعه، لانها بتخف بعد كام ساعه. يعني بتحس ان اللون على عينيكي لما بتخرجي بيه بيخف بعد ساعتين 3، لكن بيفضل في عينك لكن بيخف. عشان يثبت بنفس القوه دي حطي له برايمر من تحتيه، هيقعد معاكي فتره طويله، وسعرها رخيص وجميل. وبصي البيجمنت بتاعتها عاليه اهي زي ما انتم شايفين. بصوا الالوان قويه جدا، ولسه في ايدي كمان. بجد انصح بيها اي بنوت عايزه تجرب شادو. في منها المات كمان، هي دي نمبر 2، لان الحاجات دي ما بيبقاش فيها النمبر كتير، ممكن تلاقي منها 3 باليتات بس، يعني نمبر 1 و2 و3. فانا جايبه اللي هي الاضاءه دي، الجليتر، بجد جميله جدا. ودي كويتي، يعني الماركه دي كويتي مش صيني كمان. الماركه دي كويتي يا بنات مش صيني، علشان اللي عايز يعرف يعني. اهي ميدن ان ميك اب كويتي، ميك اب كويتي. اوكي، بجد جميله قوي. في بقى ماركه تانية بس قبل ما اقولها، هو ده الشادو زي ما شفنا. الاقلام بتاعتهم برضو حلوه قوي، الماكس بيوتي. ده للعين، مدمع العين من جوه العين، تعملي توسيع للعين. اللون ده لما بيتحط من جوه بتوسعي عينيكي، بتحطيه تحت الحاجب كاضاءه. حلو برضو، هو مكتوب عليه طبي. اوكي، واللون ده تحفه، اللون اللي جبته برضو. وهجرب الوان تانية واقول لكم برضو. حلوه قوي جوه العين، بيدي لوك فظيع. وتحت العين لما بتدمجيه برضو بالبرش مع لون من فلورامار عندي، بيدي لوك تحفه. فبجد الاقلام بتاعتهم حلوه قوي. انا جربت الاتنين دول بس. في بقى البلاشر، جربت الباليت دي اسمها سيكريت، فيها مرايه وفيها البراش بتاعتها، بس طبعا ما بنستخدمهاش كالعاده.
دي الالوان بتاعتها درجات، وفي اللون ده انا مليت ايدي تقريبا هعمل لكم هنا ده لون وده لون وده لون، شايفين الوانها قويه جدا. ولما بتحطيها على الخد بتبقي محتاجه ان انت تنفضي البروش بتاعتك علشان ما يتحطش قوه اللون ده، بتحطي حاجه بسيطه منه. بجد حلوه وثباتها حلو، بيفضل معاكي على الخد وبيديكي لوك حلو قوي. فانصحكم بيها برضو تجربوها، البنوتات اللي بيدوروا على حاجه رخيصه اسمها سيكريت، هتعجبكم فعلا، جميله قوي. فدول كانوا كده. اخر حاجه بقى نوصل لها اللي هي البراش، نشوفها مع بعض. انا نسيت بس اقول لكم على الاكله دور، برضو من الماركات دي في فيفا دانا نمبر 4 اللي هو الاحمرات، اللي انا حاطاه دلوقتي ده بجد حلو قوي، من طبقه واحده، لذيذ لكن ما بيثبتش اكتر من يومين. 14 حلو جدا من طبقه واحده، برضو لذيذ قوي. وكمان بس الالوان الفاتحه اللي زي دي الاصفر والالوان دي ما انصحكوش بيها، لانها بتحطي منها كذا طبقه وبتبقى وحشه جدا، لكن الاحمر منها جميل. وفي ماركه تانية بي في او، برضو لذيذه قوي من طبقه واحده، جميله قوي. وفي اللي هو المات من ماركه جوجو، بس انا ما عجبنيش الصراحه، هو من جوه بيلمع لكن لما بتحطيه بيقلب لمات، بياخد لون الحنه وما عجبنيش خالص يعني لونه على ايدي، لكن كقوام حلو. فدول الماركات كده حبيت ان انا اقول لكم عليها، بس ده اكتر حاجه حبيتها يعني. اللي انا طولت عليكم لكن حبيت اقول لكم كل حاجه. نيجي بقى للبروش، وهعمل لكم حلقه خاصه او فيديو خاص للبروشز اللي يعني ايه معظم الحاجات اللي انا بحبها، وهنشوفها مع بعض في حاجه تانية. بس حبيت اوريكم اللي هي الصيني، لان التانية مش براند صيني يعني، مش مصنوع في الصين قوي. الفرشه دي تحفه جدا للباودر والبلاش، جميله قوي. بصوا كثيفه، غسلتها شعرها ما بيطلعش، ما طلعش لحد دلوقتي شعر منها، بس بجد تحفه. هي بتيجي في علبه زي دي، الوحيده اللي علبتها عندي لاني كنت لسه جايباها من كام شهر. هي من اكزامون، تبع كوزماتكس بيرفكت تبع كوزماتكس، مجموعه كوزماتكس. في منها بروش تاني اقل من دي، انا جبت اللي هي الكثيفه قوي، والوانها بقى جميله يعني، في اللون ده وفي اللون الجنزاري، يعني الوانها دلع قوي، شكلها كيوت خالص. فحبيتها قوي قوي قوي، لانها فعلا مش بتاخد المنتج وتدخله جوه، وشعرها كثيف وحلو وناعمه. ده اهم حاجه في البروشز، يعني مش لازم اجيب جوده او لازم اجيب براند عالي، انا عندي ريال تكنيكس، بس بجد في حاجات كتيره قوي جميله جدا. دي طبعا شفتوها معايا، دي بقى من بس طبعا بعد ما الغسيل تقريبا اتغسلت، طبعا بقالها كام سنه مش عارفه والله، بقالها كام سنه، بقالها معايا كتير. انا قلت وريتها لكم قبل كده، هي من ماركه اللهم صل وسلم على محمد، الواحد ناسي من ماركه ماكس بيوتي يا بنات، معلش، من ماكس بيوتي. ودي من ماكس ليدي. الفرشه دي تحفه بجد، شعرها ناعم، دي للكونتور، لدمج الكونتور كده بين الخد، لو عايزه تعملي كونتور على وشك. بجد تحفه، الايد بتاعتها قويه جامده، شعرها ناعم قوي وحلوه، يعني كميه الشعر لذيذه، والمنتج برضو ما بيدخلش لجوه. في الغسيل برضو لذيذه جدا، ما طلعش منها الشعر، ممكن يطلع فيما بعد، لكن دلوقتي انا ما لاحظتش اي شعر طلع الصراحه يعني، الامانه فما فيش اي شعر طلع منها. ونزلت عشان اشوف بقيه المجموعه، للاسف ما لقيتش غير دي بس. ف بجد حلوه، اللي حابب يجيب فرش حلوه كده اسمها ماكس ليدي او ماكس بيوتي. في بقى دي برضو باستل، دي تحفه للكونسيلر، وبتوزع بطريقه جميله جدا جدا جدا، وبرضو بتقدري تحطي بيها الكونتور على الانف او على الجناب كده بجد، او تحت الحاجب برضو، السن المدبب بتاعها ده. وشعرها والله غسلتها اكتر من كذا مره. بصوا انا بحاول اعمل لكم، بصوا بكل الحاجات عشان تشوفوا، جميله جدا قوي. باستل دي برضو النمبر بتاعها كبير شويه، هو 1027/8، بجد تحفه. حاولت برضو اجرب او انزل ان انا ادور على بقيه الفرش بتاعتها، برضو ما لقيتش للاسف، فمن كل واحده جبت واحده، فهم دول الصيني. ودي بتيجي معاها واحده تانية سبونشة، بس السبونشة اتقطعت، فبرضو دي حلوه قوي للاي شادو اللي انت تحطي بطريقه الطبطبه كده اللون من فوق. دي برضو شكلها شيك قوي ولذيذه، وبرضو والله غسلتها اكتر من كذا مره، شعرها جميل قوي. فدول بجد ممتازين جدا الماركات دي يا بنات، ماركه ماكس ليدي وباستل
واللي هي من كوزماتكس دي، بجد تحفه. دول اللي انا جربتهم من الحاجات الصيني، لكن الباقي بقى هنشوفهم مع بعض ماركة ايه في فيديو تاني. انا متاسفه جدا والله ان انا طولت عليكم، بجد بعتذر، لكن حبيت اوريكم الحاجات كلها عشان لو بنوته لسه اول مره تجيب، فانا قلتلك على الاقل اسامي للفرش. وفي ماركه تانية اسمها ميك اب فور يو، دي هتكلم عنها في فيديو خاص، بس بتتجاب اونلاين للاسف. لكن دول في الاسواق لو انت حابه تنزلي وتشوفي. باستل وماكس ليدي وماكس بيوتي وكوزماتكس. اوكي، فهما دول الماركات اللي فعلا فرش. وانتوا شفتوا اهو انا شديت وعماله اشد والله جامد، مفيش ما شاء الله، وغسلتها بجد حلوه. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم افدتكم باي. ولو بتشوفي قناتي لاول مره بقى ما تنسوش اشتراك ولايك وشير عشان اصدقائك كمان يعرفوا الماركات اللي حابب يشتري منها. واشوفكم ان شاء الله على خير، ومنتظره في تعليقاتكم ايه كمان اللي انتوا جربتوه عجبكم علشان الكل يستفيد. واقول لكم مع السلامه.